خير ما نبتدئ به الكلام الصلاة على خير الأنام أبو القاسم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. اليوم عندي امتحان وهاي المادة من أصعب المواد عندي، لا أحبها ولا أحب الأستاذ مالتها، قوة علي أحضر المحاضرة مالته وهو نفس الشي ما يرتاح إلي، دائما يتشدد وياي أو أقل تصرف مني يطردني برا القاعة. قعدت من الصبح بدلت وأخذت السيارة ورحت للجامعة، أول الناس ما أريد أي غلطة لأن أعرف بي بس يريد حجة علي حتى يحرمني من الامتحان. باشرنا بالامتحان، الأسئلة كانت بيها صعوبة نوعا ما، بس جاوبت لأن دارسة كلش زين. خلصت امتحاني وطلعت ممصد قعدت على خير، اتمشيت للكافتيريا طلبت شاي، راسي موتني من الوجع من قد ما أفكر بالأستاذ والمادة. دقايق واتصل ساري، رديت صباح الخير. صباح النور، شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ الحين صر زين، وين انتي؟ خلصت الامتحان وجيت للكافتيريا اشرب شاي، راسي يأذيني شوية، انطريني ابي اشرب معاك. ليش وين انت؟ قريب منك، ثواني بس واصل. رفعت راسي اباوع، رجع قال هاي اني قدامك شفتك. درت وجهي للجهة الثانية، شفته جاي علي بس شافني أباوع له ابتسم. غلقت الخط ونزلت التليفون على الميز، وصل يمي جر الكرسي وقعد مقابيلي مبتسم. ساري ابشري جاوبتي؟ جمان ايه الحمد لله، ايش جابك هنا؟ ساري الشوق. جمان اها. ساري والهان عليك. نزلت راسي ما رديت، رجع هو يقول ساري من أول يوم شفتك فيه وأنا أوله عليك، كل لحظة تمر علي أني أتخايل شكلك فيها. جمان ساري أنت كلش طيب وأني ما أريد أخسرك ولا أريدك تتأذى بسببي، لا تتأمل، أقدر أتقبل الموضوع وأوافق. ساري الحياة تجارب، فيها الصح وفيها الغلط، وإذا غلطتي مرة مو لازم تكون كل حياتك غلط. وأني ما أبي أضغط عليك، أبيك تفكرين براحتك وتاخذين الوقت اللي عجبك، بعدها رديلي الخبر. جمان اللي عشته صعب واللي مريت بيه ما ينسي، ما أقدر أخطي نفس الخطوة. ساري ما أعرف شنو عشتي وشنو شفتي، لكن أبيك تعرفين أني أبيك من قلبي وراح أسعدك طول العمر. جمان إذا عرفت ماضيي ما راح تتقبلني. ساري ما يهمني أي شي عشتي بالماضي وأي غلط صار معاك، كل اللي يهمني انتي بهذا الوقت، انطيني فرصة جربيني وعقبها حكمي. جمان أخذت نفس طويل، ما أعرف أخذ قرار، حايرة وخايفة، أحس بنفسي ضايعة، أكو شي بداخلي يقول فكري بالموضوع واتركي الماضي وابدي حياة جديدة، أسسي عائلة وبيت دافي، وبنفس الوقت ما أقدر أتخيل نفسي بهذا الوضع، أصير زوجة من جديد وأمر باللي مريت بيه. بقيت ساكتة وهو نفس الشي، من شاف ماكو رد مني سكت، شرب الشاي وراح. كملت الدوام بوجهي للشركة، مرت الأيام طبيعية بين الجامعة والشركة، ومرات أطلع شوية أفتر بالشارع من أحس بنفسي متضايقة. ساري ما تركني، اتصالاته كثرت، اهتمامه تضاعف، عيونه تترقبني طول الوقت، عوضي يدق براسي يريدني أوافق. فيصل ومشاري طول الدوام قاعدين يمي يحجون بي ويجملونه قدامي. آخر شي أمي بدت تلمح لي، عرفت وصل إلها خبر بس ما أعرف منو حكى إلها، هو ما يحكي طبعه خجول، يمكن عوض، لا مو يمكن أكيد عوض، ما يضم خبر، ما كانوا يأثرون علي ولا أهتم لكلامهم، بالي كله يم الهم، وأدعي ربي يرجع ويراسلني، هو أكيد عايش لأن هذا الحساب حسابه. بعدين صفنت ويا نفسي، معقولة هذا بدان؟ عزب عيني، لا شنو بدان؟ مو مات وصار قد ماكو أي خبر عنه؟ لو بعد عايش كان إجا سحلني ورجعني، ويجوز ما ميت وكان ما يقدر يتواصل وياي وهسه رجع يتواصل. دخيلك يا ربي، شلون تفكير هذا؟
بدان هم يحب يسمع قديم بس ما عنده مطرب محدد زين. أني ليش فكرت هذا ملهم؟ لو صدق هذا هو كان ما تردد لحظة واحدة بدون ما يتصل ويراسل. آخر مراسي راح ينفجر. دزيت رسالة طيبة قلت لها ضايجة حيل راح أفتح بث الصعدين وياي. بوقتها ردت أضرب عصفورين بحجر واحد، هم تروح الضوجة وأغير جو وبلكي يشوف البث ويدخل. رجعت إلي تمام فتحي. رحت بالحديقة ثبت التليفون وفتحت بث بحسابي الشخصي مو بجروب. ما كانوا عندي أصدقاء هواية، عدد قليل وكلهم عرف. ثواني وبدأوا يدخلون للبث. عوض، فيصل، مشاري، كم صديقة إلي من الجامعة. شفت ساري دخل للبث يشاهد، وبعد ساري مباشرة الصفحة مال جار الضبع. ابتسمت بقهر، يعني موجود ومتصل بس ما تراسل ولا تعترف منه. باقي مشلوطني وراك وسهلة من عيوني الاثنين اني الك. ما طلعت وجهي، قلبت الكاميرا عجهت مقابيلي. صعدت طيبة نفس الشي، ما مطلعة وجهها بس صوتها. عوض، الحمد لله بس مجانين ما غير حرمس وظلمة. مشاري، والهانين عليك والله خلي نشوف وجهك بس. فيصل، نورتي. جمان، هلا بيكم عافية، لا تتنمرون علي، اللي يتنمر انطيه بلوك. ساري، الريال بيهم يتنمر عليك. جمان، هلا أستاذ ساري، منور. ساري ما في أحد منور بالدنيا غيرك. طيبة، يا معودين احنا هنا. عوض، هي قاعدة تقول أستاذ عشان تقص علينا. مشاري، بالبث أستاذ وبالحقيقة حبي. جمان، كلهم علقوا ويضحكون وطيبة وياهم. ضحكت عليهم شلون يحجون فضحونة. عوض، طلعي وجهك جمانو. ساري، لا جمان ممنوع. فيصل، صعدي ساري معاك. جمان، ساري تصعد. ساري، أنا أقدر أعترض. جمان، تمام دز طلب. صعدته ويانا، كان قاعد بالحديقة مالتهم ويشرب نرجيلة. ابتسمت على منظره شلون حلو ومرتب. سلم على الولد وعلى طيبة ووراها سلم علي. بعدني ما رادة، اجاني اتصال من نفس الصفحة ما لحقت أرد. فصله، بقى يدق ويفصل لحد ما توقف البث. انجبرت أفصله، دقيت عليه ما يرد. دزيت له رسالة منو، شافها وما رد. متت قهر وزدت بحيرتي أكثر. اتصل علي ساري يسأل ليش سديت البث، قلت له النغ تفصل يمي. قال فتحي مرة ثانية. اعتذرت منه، قلت له راح أنامن غير مرة عود. سديته منه ميتة قهر على نفسي. هسه أني ما حصل الشي يبرد قلبي وما عرفت منو هذا. ليش عود ما يرد؟ بقيت أيام على هذا الوضع. هو رجع اختفى، ماكو أي رسالة منه. وأنا رجعت أبحث بحسابه القديم. إيش وقت ما جالي داخلة على حسابه وأقلب صوره. آخر صورة ناشرها بسنة 2014، يعني قبل الأحداث بكم شهر. ما صار أسبوع بعد البث، ومثل كل مرة يومية قبل لا أنام لازم أزور الحساب مال جار الضبع والحساب مالته القديم. دخلت على حساب الضبع ماكو شي. بعد على حطت إيدي، رجعت فتت على حسابه القديم. إيدي رجفت وقلبي أحسن دقاته شق صدري من قد ما دق سريع. وأني أشوف صورة جديدة منزلها قبل ساعتين، قاعد بحديقة عامة ويمه 3 أطفال. واحد عمره يطلع بال7 سنوات، بيده سكوتر 2 وأولاد 2 أعمارهم متقاربة قاعدين بحضنه. رجعت قربت الصورة عليه، سودا بوجهي، إيش صاير بحاله، متغير وضعفان ولحيته طولانة. لابس بنطلون وتيشيرت جوزي نص ردن ضاب على جسمه. بقيت أقرب بالصورة وأباوع على ملامحه. يا رب شقد مشتاقة إلك، فدوى شكلك اللي محرومة منه هاي السنوات كلها. ألف الحمد لله طلعت عايش، ألف الحمد لله من عيوني شافتك مرة ثانية. حفظت الصورة بالجهاز ورجعت أقرأ المنشور لأن ما شفت شنو كاتب. من صدمتي فتحت عيوني على وسعهن من قريت كاتب فوق الصورة: حيالله الربع، أنا وولدي نسلم عليكم من بعد انقطاع سنين عنكم. ولده
منو ولده شنو، تزوج 7 وخلف منها، تزوج وكمل حياته ونساني، وأني هنا باقية عايشة على الذكرى وليل النهار أبكي. رجعت أباوع على الأطفال، هذا الولد كبير يعني حتى لو تزوج من كذا سنة ما معقولة هيجي يكبر، بس بيه شبه كلش قوي من الياس. يجوز هذا الياس، بس هذولا منو يا ربي دخيلك راح انجلط. بقيت مركزة بيهم، شكلهم كلش حلو، بيهم منا ومن البنات ومن بدان. آخ يا ربي لا ما يسويها، متأكدة ما يسويها. رجعت فتت على التعليقات كلها معلقة منور مشتاقين، حياهم الله، الله يحفظهم. انطيت لايك للصورة ودزيت له رسالة. تزوجت شافها وما رد، رجعت دزيت مبروك شايف كل الخير، الله يحفظ أولادك. نفس الشي يقرأ بدون رد. جمان كنت منتظرتك، كل ظني أكو بقلبك حب إلي، تالي طلعت عايش حياتك ومرتاح ومخلف. على العموم مبروك مرة ثانية، وأنا صار لازم أشوفن حياتي، خو ما أبقى عايشة على الذكرى. بس وصلته طلع عندي جاري الكتابة، انتظرته يرد ماكو، بس جاري الكتابة وراح. بعدها ما دز شي، بسرعة انطيته بلوك. قعدت انهاريت ما أعرف شنو أسوي وليش وقت أبقى هيجي لحد الصبح أبكي. دزيت رسالة لساري ما راح أجي للشركة، وطفيت تليفوني ونمت. الساعة ب8 الصبح، ما قعدت غير بالليل قبل للحمام، سبحت ورتبت نفسي ونزلت أكلت، عمرت النرجيلة وطلعت بالحديقة. كافي، ما شبعتي بكي، ما شبعتي قهر، ضحيتي هواي ونداس عليك هواي. منو قدر وضعك، منو قال خطية وانقهر على حالك؟ ليش وقت تبقين هيك عايشة على ذكرى وهو عايش حياته ومخلف؟ وليش ما يخلف إذا هو عنده وحدة مثل سبأ؟ وين يقدر يقاوم سوالفها؟ وهاي الصفحة الثانية تأكدت منها 100%، ما راح أحضرك منها، راح أخليك تموت على البطيء، بس اصبر إلي. أنت شفت حياتك، أنا صار لازم أشوف حياتي وأسس عائلة مثلك. وساري شاريني بروحه، أوافق عليه وأستقر، بس بالأول لازم أشاركك أحداثي السعيدة، ما أخليها بنفسك. وما دامك داخلي بحساب وهمي وباقي تلعب وياي، خليني أنا هماتينة ألعب وياك ونشوف من يكمل الأخير. بيومها شقد حقدت عليه وانقهرت منه، كنت متمنية يبقى إلي وحدي، ومنتظرته هاي السنين كلها، وما يمر يوم علي إذا ما أبكي عليه. خاف ميت لو صاير وياه شي، تالي يطلع عايش أحلى عيشة. أبقى طول عمري غبية، طول عمري ضايعة، ما دام قلبي بعد هناك يمهم. نزل الصورة إلي ونزلت وياها كلام عن الغرور. دقايق وبدت التعليقات على الصورة، الولد عوض ومشاري يشاقون ويردون بكلام كله غزل، والبنات نفس الشي، ومن بينهم ساري المعلق تعليق متت بيه. ساري جمالك سومريا آشوريا، وعيناك بابليتان، كل التراث العراقي الذي لا يوصف بجميع قواميس العالم. سبحان من أحسن تصويرك، وهنيئا لعيناي التي ترى حسنك. انطيت لايك للتعليق ورديت عليه منور أستاذ. رجع عوض ردلي أنتي الأستاذ يبا رفيجي، أمانة الله عندك. ضحكت على عوض شلون حاشر نفسه بكل شي، بس ما رديت عليه. دقايق واتصل ساري، رديت وأني مبتسمة. جمان أهلا ساري، هلا فيك، لا يكون أزعجتك. جمان لا بالعكس. جمان ليش تنشرين صورتك؟ جمان عادي، ليش ما أنشر يعني؟ ساري لحد يسحبها ويسبب إلك مشاكل. جمان على حوري يعني. ساري شو الكلمات الغريبة؟ جمان اتعود عليهم، احتمال يفيدونك بالمستقبل. ساري أفهم منك راح توافقين. جمان بالوقت الحاضر لا، ما مستعدة، أحتاج فترة أفكر بيها. ساري كل الوقت إلك، أني ناطرش طول العمر. جمان شنو اللي عاجبك بيه وهيجي مستعد تنتظر العمر كله؟ أخذ نفس طويل وراها رد. ساري كل شي فيك يعجبني، ضحكتك، صوتك، أعصابك، مزاجك، غرورك.
جمان أني مغرورة ساري فوق ما تتصورين جمان. ساري أبي أعترف اعتراف جمان اتفضل. ساري أني مغرمة بكل تفاصيلك يا بنت الناس، وروحي معلقة باسمك جمان. أتمنى أقدر أبات لك هذا الحب وما أكسرك. ساري أنسي كل اللي مريتي فيه بالماضي وخلينا نبدي صفحة جديدة، وصدقيني راح أكون العوض إلك جمان. الله كريم ساري، والنعم بالله باكر أطرش الأهل يجون إلكم جمان. لا مو هسه ساري، خليني أطمن واللي يرحم أهلك لا تسدينها. خليني مستانس بس يزورونكم أبي قلبي يرتاح جمان. بس ماكو لا زواج ولا حتى مهر هسه ساري، ماشي موافق جمان. لعد باكر ما أجي للشركة ساري. أها شنو السبب جمان؟ دا أحضر نفسي البيت عيالي ساري. تكفين ما أتحمل هالكلام يصير أجي معاهم جمان. إيش عندك جاي ساري؟ أشوف التحضير جمان بضحكة. ساري أندار فدوة للضحكة جمان. عزة هاي شنو تحكي عراقي ساري؟ يا عمي هاي صار شهرين دشيت بجروب مال عراقيين أبي أحفظ منهم كلمة كلمتين عشان أتحكى معاك جمان. كان سألتني وأني أعلمك ساري. لا أبيك تسمعين مني وتتفاجئين جمان. حلو الكلام بصوتك ساري. يا بخس صوتي جمان. لا عاد مو كأنك دخل الزايد ساري. أحبك. تعرفين شنو يعني أحبك جمان؟ شكرا ساري. ما مخلص إلك فايل العمل عشان تشكريني. قاعد أعترف بمشاعري جمان. خايفة لا تروح زايد بمشاعرك والله ساري. وافقي عشان ما انجبر على زيادة اللي ما تبينها جمان. صار لازم أنام. تصبح على خير ساري، وانتي من أهل الخير جمان. سديته منه ورجعت سندت راسي على إطار المرجوحة وعيوني بالسما. يلا جمان لا تخسرينه، تمسكي بيه وابدي حياة جديدة. الولد ما ناقصه شي، شهادة ومكانة بالمجتمع، حالته المادية ممتازة، وأخلاق وجمال ما بيشي يتعيب. أو في أهله يجون وحاولي تفكرين بيه هسه تتقبلينه. ليش وقت تبقين هيجي ضايعة؟ صار لازم تعيشين. قمت من مكاني رحت للغرفة بقيت متمددة وأفكر لحد ما غفيت من جديد. ثاني يوم قعدت للكلية لقيت أمي قاعدة تحضر بالريوق. صبحت عليها وانطيتها خبر بجية أهل ساري. طارت من الفرح من سمعت. رحت للجامعة خلصت دوامي ورجعت للبيت تغديت ونمت ساعة وقعدت سبحت ورتبت نفسي على آخر حباية. خلص المغرب وإجا هو وأمه وأبوه أخواته اثنين. استقبلتهم أمي وقعدة وأخذت نفس ورتبت شعري وفتت عليهم. أول ما شافوني البنات وقفوا. رحت سلمت عليهم وأمه بقت قاعدة وتباوع لي من طرف عينها ما عجبتها. أبوه بقى يرحب بيا فرحان وهو عيونه أكلتني أكل عبالك مضيع شي بيا. يباوع لي من فوق لي جوا وابتسامته مالية وجهه. بقوا قاعدين ساعة وطول هاي الساعة أمه بس ساكتة ما نطقت حرف واحد تباوع لي وتدير وجهها مني. وحتى أخواته حسيت عليهن ما مرتاحات. أبوه فتح الموضوع ويا أمي وطلبني منها وراها استأذنوا وراحوا جوان. ما حبيت أمه صافية. أني هماتي أحسها مغصوبة على الجية جوان. حتى أخواته ما عجبهم صافية. ننتظر ونشوف ما لازم نستعجل جمان. ما يهمني أمه المهم هو مقتنع جوان. أخاف تأذيك جمان يعني أبطل جوان. لا مو هيجي بس بالأول نحط شروط عليه ونشوف بهذاك الوقت جمان. وشن الشروط يعني جوان؟ بيت وحدك حتى لا تحيرين بمكايد الحموات والعمة جمان. الله كريم بعد وقت لهذا الموضوع حسه صافية. الولد شاريك وميت عليك ما إله دخل بأي أحد. سكتت ما رديت. صعدت لغرفتي بدلت ملابسي وتمددت. اجيت أنام اتصل هو. أخذت نفس ورديت ساري نايمة جمان. لا هسه عود دا أنام ساري. طلعة مزيونة اليوم جمان.
أني حلوة من زمان. ساري ما قلتي إلا الصدق. جمان سؤال، ساري جواب. جمان أمك موافقة على الموضوع؟ سكت شوية وراها رد. ساري إيه موافقة، ليش السؤال هذا الحين؟ جمان ما أعرف، حسيتها ما موافقة وتباوع لي بالعين الصغيرة، ما عجبتها. ساري أنا اللي أبيج، مو مهم أهمه. جمان أتمنى تكون مو مثل ما فكرت، لأن مالي خلق المشاكل ولا أحب أدخل البيت ما مرغوبة بيه. ساري وهم موافقين لا تهتمين، خلي عنك هالأفكار. جمان بس موافقتهم مهمة. ساري وهم موافقين قلت لك. جمان تمام، لعد باكر نلتقي بالشركة، تصبح على خير. ساري وانتي بخير، ليلة سعيدة. سديت منه ونمت بدون ما أفكر. تعبت وأني أفكر قبل النوم، أريد أنام اليوم بدون ما أهتم للأيام الجاية. ثاني يوم من رجعت من الشركة لقيت خالتي يمنة. من بعد السلام والأخذ والعطاء عرفت تريد تسافر للعراق. حسيت قلبي طلع من مكانه، بسرعة قلت إلها أروح وياك. صافية وين ترحين؟ جمان أشوف العراق. صافية شو تشوفين من العراق؟ مضيعة أمك أبوك هناك. جمان ماما مشتاقة أرجع، الله يخليش لا تعترضين. صافية عوفي الموضوع حبيبتي، لا تشلعين قلبي. سمر عوفيها تروح ويانا وترجع ويانا. صافية أنتم عندكم شغل ورايحين، هي شو تسوي تروح؟ سمر عوفيها تغير جو وأني وياها، لا تخافين عليها. صافية على أساس راح تقعد وتسكت إذا قلت إلها ما ترحين؟ عجبني ما عجبني راح تروح. ضحكت وقمت منهم سريع، طلعت الجواز حضرته حتى أروح من الصبح أفيز. اتصلت بساري أخذت إجازة لليل وإجا هو علينا، ما دخل بقى واقف بالباب. ساري شنو اللي صار؟ جمان جمان شنو؟ ساري ليش كذي سويتي؟ من صدق تبين تردين للعراق؟ جمان إيه سفرة عادية كم يوم ونرجع. ساري شنو المناسبة عشان تردين؟ جمان خالتي راح تروح سفرة وأني مشتاقة أزور بلدي، راح أروح أنا وياها أغير جو كم يوم. ساري أوكي على راحتك، بس خلي بالك أول ما تردين نعقد. جمان الله كريم هسه عود من أرجع بالسلامة بعدين نقرر. ساري تردين بالسلامة؟ يبا تروحين نتعشى؟ جمان إيه أروحن، بس انتظرني أغير ملابسي وأجي. ساري على راحتك، ناطرك يا معوض. بدلت ورحنا تعشينا ورجعنا. بهاي الأيام صار اهتمامه زاد وبديت أتعود عليه أكثر وأكثر. إيش وقت ما جاله يمي ويسأل عني، يجيني للجامعة ويرجعني للبيت، نطلع ناكل برا، نروح أماكن نغير جو سوا. بديت أحب اهتمامه وسؤاله عني، صار شي مهم بحياتي. وبيوم اللي ما أشوفه أتضايق وأشتاق إله، واروح أنا أتصل بيه لو أسوي مداهمة عليه بالمكان اللي يقعد بيه. هو كلش يحبني وشنو أقول، يرد تم ومستعد لكل الشروط ومتحمل مزاجيتي الكل شوية شكل، ودائما أعصابي تفلت مني وقبا عليه. يبقى يحكي وياي بكل هدوء وكلامه مثل السحر عبالك، بس أسمعه أهدأ وتبرد أعصابي. المشكلة اللي كانت عنده ما يقبل لا على لبسي ولا على مكياجي ولا على سلامي ولا على كلامي ويا زملائي، يضوج ويعصب علي. خلصنا الحجز وإجا يوم السفر مالتنا. من بعد ما ودعت أهلي وساري هبطت طيارتنا بمطار بغداد الدولي. نزلت ببغداد وعيوني على الشوارع البنايات، هنا مشينا هنا عشنا هنا ضحكنا. صح ما سكننا ببغداد هواية، بس هي أمنا اللي ما نقدر إذا ما نشم ريحتها ونحس بالأمان بشوارعها. 4 أيام ببغداد ما خلينا مكان ما رحنا إله. بعدها انطلقنا لأربيل، هنا الحياة والأماكن تجنن، ما بقينا منطقة بأربيل ما رحنا لها. أسبوع كامل وراها شدينا أمتعتنا ورجعنا للكويت. رجعت وعيوني ماليها الدمع، كنت أتمنى أشوفه لو أشوف الأنبار، بس ما قدرت. صار هو ومحافظته مثل الحلم عندي. نزلنا بالمطار،
نزلنا بالمطار لقيناهم منتظرينا. ابتسمت وأني أشوفن ساري إيده على خده وعيونه على المكان، الظاهر جاي من الصبح هنا. جمان هلو ساري، هلا يبا، حي الله من جانا، نورت الديرة. جمان منورة بيك، شكرا ساري، ولهت عليك وايد. جمان بصراحة أني هماتين مشتاقة إلك. ساري حلو نهاية الأسبوع تسجلين باسمي بدون اعتراض. جمان لا ما اعترض، نهاية الأسبوع أصير حرم السيد ساري. ساري يا بخت السيد ساري. جمان بضحكة رجعت للبيت، سبحت ونمت. بالليل قعدت أباوع بالصفحة مالتي، ما مخليه مكان، ما مصورته وناشرته، كلها عرفت بيه رحت للعراق. أكيد هسه شفت أني جاية للعراق ما حن قلبك علي ودورتني لهاي الدرجة، نسيتني وما عدت أهمك. التهيت الأسبوع كله بالتحضيرات مال المهر، من صالون وتجهيز المستلزمات كلها، واليوم هو الخميس يوم المهر مالتي، وهاي صار ثاني مرة اسمي يتسجل بغير اسمك، ثاني مرة أصير زوجة غيرك. إذا ما مكتوبت لك ليش ربي خلاك بطريقي وعلقني بيك؟ لليل وإجوا أهل ساري والأقارب وتمت الخطبة بكل التفاصيل، وهسه أني بذمة ساري قدام العالم كلها. اجا يمي قعد لابس الزي الخليجي مالته والشماغ الأبيض والعطر مالته اللي يتميز بيه من بين الناس، نظافته ترتيبه فرحته رزانته، كل شي بيه حلو، كل شي بيه يجذب. ابتسم وجر ايدي باسها. ساري بالمبارك. جمان الله يبارك بيك ساري، أني وايد فرحان. جمان دوم الفرحة إن شاء الله. ساري أوعدك راح أكون صادق معاك وراح أسعدك لآخر يوم بعمري، إن شاء الله يا ربي يقدرني وأكون قد اختيارك وما أخجلك. ساري وإنتي قدها وواثق فيك أني. جمان شكرا ساري أحبك وايد. نزلت راسي خجلانة منه، شلون يباوع لي، حسيته راح يدخل بتفاصيلي. أخذنا صورة وأكلنا كيك، وأخواته رقصوا فرحانين، بس أمه ما عاجبها، حتى بكت ومن سألوها قالت إلهم من الفرح. متأكدة بكت لأن ما قابلة على الزواج. عفتها ما اهتميت إلها لحد ما انتهت الحفلة ودعونا وراحوا. أول ما صعدت لغرفتي بدلت ملابسي وغسلت وجهي وتمددت تعبانة من الهوسة مال اليوم. لزمت تليفوني لقيت إشعارات موافق على المنشورات، أصدقائنا مسوينا إشارة بحسابي وما ينزل المنشور إذا ما أوافق عليه. طيبة مصورة أدينا بيها الحلقات ومباركة إلنا، ومشاري وعوض نفس الشي، كل واحد منزل له تهنئة. وافقت عليهم ورديت على تهنئتهم. رجع جاني شعار من ساري، صورة واقفين أنا وياه، إيدي على كتفه وظهري على المصور وهو صاير مقابيل المصور، ومنزل راسه على كتفي وحاضني من خصري. كاتب فوق الصورة ساري كأن اليوم هو أول أيام ولادتي، مبارك لقلبي ما اختار، اللي كنت ناطرها صارت حلالي. وافقت على المنشور ورديت عليه. دقائق بسيطة وإجتني اللايكات على كل الصور المشار بيها إلي من نفس الصفحة، وراها رسالة على الخاص مكتوب بيها ملهم. هنت عليك مرة ثانية يا بنت قلبي. حبايب، إذا عجبتكم القصة لا تنسوني باللايك والاشتراك، فدوى قلبكم.